السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم محمد وعمر، والنهارده هنجرب مولتو. سكوت. بعديها نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم محمد وعمر. والنهارده هنجرب مولتو. بداية من مولتو فرني. كنا بنتمشى في الشارع فدخلنا السوبر ماركت اللي جنبنا فلقينا فرن، فقلنا لازم نجرب كل المنتجات بتاعت فرن. فاحنا جبنا مولتو فرني بالجبنة الرومي وبالجبنة البيضاء والزيتون والسادة. يلا بينا. يلا بينا. ودي النتيجة اللي احنا وصلناها بعد ما فتحناها. دهنا زبدة، اللي على الشمال ده جبنة بيضة وزيتون، في النص سادة، على اليمين خالص جبنة رومي. الفرن بتاعنا عملنا له بري هيتنج، مسخن مسبقا. دي النتيجة النهائية اللي طلعت لنا بعد ما طلعناها من الفرن. يلا بينا ندوق. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة والسودان وجميع الدول العربية. ربنا ينصرهم يا رب. ويلا بينا نبدأ الفيديو. يلا. انت ايه اكتر واحدة متحمس لها؟ الصراحة أنا متحمس للافتكاسات اللي احنا هنعملها، عشان هو طبعا أكيد الحاجات التانية إن شاء الله هتطلع كويسة. يعني الزيتون مش عارف، أنا الرومي أكيد أنا بحب الرومي، بس احنا برد شوية فمش هتمط معانا. بس متحمس للافتكاسات اللي هنعملها إن شاء الله. أنا متحمس بصراحة للزيتون والجبنة الرومي. ما أكيد السادة ما فيهاش حاجة بس ماشي. يلا بينا ندوق. أول حاجة هنبدأ بيها هي الجبنة البيضاء والزيتون. متحمس؟ طبعا. بسم الله. بسم الله. صراحة تحفة. الطبقات ملمسة قوي. الجبنة والزيتون اللي هو الجبنة والزيتون بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعت البيت. فيها أصلا زيتون اهي. فعلا فيها زيتون. يلا. بتقرمش. قرمشة جميلة قوي. قرمشة حلوة جدا. من جوه طرية. وهي بتقرمش تحفة. صراحة 10 من 10. 10 من 10. وبص. فعلا افتكاسة جميلة جدا. تاني طعم معانا الجبنة الرومي. أنا صراحة دي متفائل بيها كتير. وأنا جدا. مع إن اللي فاتت كانت تحفة برضه. لا تحفة، اللي فاتت كانت قمر. يلا بسم الله. هنفطر على الجبنة الحلوة بس أنا مش حاسس بطعم الجبنة الرومي. طعم الجبنة الرومي قليل. التانية كان طعمها أحلى بكتير. أحسن بكتير فعلا. هي فين؟ هو الحشو اسمه ايه؟ بتاع ده اسمه ايه؟ العيش ده أكل بتاع أكل الرومي. لا طعمها حلو، عجباني جدا بصراحة. مش حلو. مش عاجباك؟ مش عجباني. لا عجباني جدا بصراحة. اللي فاتت كانت أحسن بكتير بكتير قوي يعني. دي 9 من 10. لا دي 7 من 10. أنا ممكن جربت حتة مع بجد والله فعلا جربت حتة مع عروق. دي أديها بصراحة 9 من 10 قوي يعني. جميلة. التانية 10 من 10 بس دي 9 من 10. مش هجرب حتة تانية. جرب. برضه جبنا الرومي مش باينة بس حلوة يعني. هي مش باينة قوي بس باينة. يعني أنا الأحسن إن إحنا نفتح اللي هي السادة ونمشيها جبنة رومي. يلا بينا نخش على السادة. دي السادة اللي طلعت معانا اتحرقت شوية بس حلوة. دلوقتي هنجرب الكرواسون السادة. يلا بينا. الكرواسون عشان أنا فرنسي. أوه. لا بصوا يا جدعان، من جوه فيها ريحة زبدة وكمان طرية. يلا نفتكس. يلا أنا هحط عليها جبنة بطعم الجبنة رودس. تمام. هندوق بعد ما حشاها جبنة رومي. بسم الله. بسم الله. حلوة أوي. حلوة أوي بجد. جدا. هي طرية ومقرمشة مع الجبنة الرومي تحفة. دي عشان اتملت كويس فطعمها حلو أوي. من بره مقرمشة من جوه طرية. أنا كنت في فرنسا
الرسول كان كده. يلا نفتكس بقى افتكاسه حلوه. ودي الافتكاسه موز وبسبوسه كريم شانتيه وكريم شانتيه ومولتو. متحمس؟ متحمس جدا. انا تتوقع تبقى حلوه ولا لا؟ انا لو عرفت اقرمها في مره واحده هتبقى حلوه. بسم الله. بسم الله. ده حلو تحفه. عايز بتعمل بسبوسه في بسبوسه؟ حساسها الاثنين الثلاثه مع بعض يدي ميكس كويس. ميكس تحفه. نعمل ميكس تاني يا عم. يا قمر قوي. قمر وجميله. كنت فاكره تقيل. ده خفيف قوي. خفيف قوي. الكريم شانتيه بخليه خفيف. ايوه فعلا. كسر عارف اللي هو لو من غير الكريم شانتيه كانت هتبقى مسكره قوي. صح. بس بالكريم شانتيه مخليها عارف لا جميله قمر. عظيم جدا. وبعد ما دقنا افتكاساتنا ودقنا المولتو فورني بصراحه احلى واحده عجبتني اللي احنا افتكسناها. صح فعلا. دي احلى واحده. صح. وبعدها ايه؟ طبعا جبنا بيض. جبنا بيض وزيتون تحفه جدا. وبعدها جبنا رومي. بس كلهم جمال. بعد كده نجرب اللي الشركه عاملاه. تحب تبتدي بأنهي يا عم؟ خلينا نبدا. اول واحده هنبدا بيها ميني ماجنم ميكس بالسولتد كراميل والكريمه. ودي شكلها. يلا بينا ندوق. بسم الله. حلوه. كلهم حلو. جميله. الفيلو بتاع مولتو للاسف يعني ما كانش جودته احسن حاجه فعلا. وبعد كده نخش على الستروبري تشيز كيك اند كريم. صراحه متحمس للطعم ده. انا ما دقتوش قبل كده خالص يا جدع. ريحته جميله. لا النص ده الاكبر. ده الاكبر. ايوه خلاص بقى. بسم الله. حلو. مربى. مربى مش حاجه يعني. في طعم بيقولوا موجود. في التشيز كيك. فين الكريمه؟ اهي. واخد بالك؟ واخد الكريمه كلها على فكره. ما عنديش كريمه. انا ما عنديش كريمه. هو خد الكريمه كلها. طيب المولتو كام؟ هو العيش اصبح من الفيل اصبح. تقيم المولتو كام؟ قد مولتو 8 من 10 احسن من اللي فات. انا قيمه 8 من 10. 8 من 10. بص لي كده ليه؟ مش حاسس في حاجه غلط. لا 8 من 10. تعال نجرب اللي هو الساده بقى عشان يبقى احسن. ده طعم ايه بقى؟ ستروبيري تشيز كيك بس. يلا بينا. حتى ما فيهاش حاجه. شكلك عندك كل حاجه وانا ما عنديش حاجه. يلا ندوق. بسم الله. ده احلى بكتير. انت اخدت الحلف انا مش معايا حلف. والله. بطاطس بص. مربى برضه. حلف مربى. مربى يعني مش تشيز كيك ولا حاجه يعني. هو طعمه جميل جدا بصراحه. يعني ده بالنسبه لي احسن من اللي قبله. ده اديله مثلا 9 من 10. لا ده اقل. ده 7 من 10. ده اديله 9 جدا يعني. ولا بينا نخش على اخر واحد مولتو ماجنم بالشوكولاته. ده التوب بتاعهم بصراحه. احسن حاجه ده معشوق الجماهير. ده ولا ده بقى؟ اللي قرب مني. بسم الله. ما سمع جايك مش جاي جرب. النهارده هنجرب دوت. يلا بسم الله. بسم الله. تحفه. تحفه جدا. 10 من 10. هو شوكولاتته دارك شويه مش مسكره بس هو 10 من 10. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. بالنسبه لي كترتيب للمولتو احلى واحده مولتو ساده وحاطين عليها البسبوسه والكريم شانتيه والموز. ودي لازم شركه دي تسجلها باسم عمر. افتكاستي دي يعني. يعني ما كانش افتكاسه دي موجوده فلازم تسجل باسم عمر بعد اسمك. تمام. وبعد كده يليها الجبنه البيضاء والزيتون ويليهم الماجنم شوكولاته. وانت يا عمر؟ اكيد نفس الترتيب اللي انت قلته بس انت قلت الجبنه الزيتون الاول صح؟ بعد الافتكاسه. بعد الافتكاسه تمام هي كده بالظبط.
تمام. ولو وصلت لهنا فده معناها انك صديق عزيز علينا. ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبما اننا في رمضان ما تنسوش تزودوا من اعمال الخير وتقللوا من الحاجات اللي تضيع الوقت زي الفيديو. برافو يا طبعا بما اننا في رمضان ما تنسوش تزودوا من اعمال الخير زي قيام وقراءة القرآن وزيارة الأرحام. يلا سلام. السلامة.